تيتا ممكن تحكي لي القصة تاني؟ حكيتها لك 100 مرة يا فرح. طيب يا تيتا خليهم 110. بصي يا ستي، من 56 سنة عرفت ان في بيت كبير معروض للإيجار بسعر رخيص قوي، بتراب الفلوس يعني زي ما بيقولوا. فقلت اروح اشوفه. لقيته 11 أوضة و5 حمامات وجنينة وحاجة كده ما تتوصفش، واتفاجئت بان ايجاره 50 جنيه بس. البيت كان شكله يخوف، وانتقلت هناك مع جدي. وبعد اسبوع ظهر اجمل شاب شفته في حياتي، زي ما يكون ملاك مش بشر. دايما كان ماسك كتاب بغلاف اسود وبيقراه، وانا كنت براقبه من غير ما يحس. وفي مرة وانا في الجنينة لقيته قرب عليا وبيقولي: انا اسمي وائل، جارك اللي في الفيلا اللي قدامك. وقال لي انه معجب بيا وانه بيجي هنا علشان يشوفني، وبيمثل انه بيقرا. اتكلمنا وقتها، اتكلمنا كتير قوي، وكل يوم كان يجي يطمن عليا. وفات وقت وارتبطنا بعد فترة، وقال لي انه لازم يعرفني على ابوه. وبعد كام يوم لقيت ولد وبنت صغيرين بيلعبوا قدام البيت عندي وعاملين دوشة جامد. طلعت اقول لهم العبوا ماشي، بس بلاش ازعاج. وقالوا لي انهم ساكنين في البيت ده. ايه ده بيت وائل. وائل طلع عمهم. وفي نفس اليوم قعدت انا ووائل وكمال وسامية، كمال وسامية اللي هما الطفلين الصغيرين، وقضينا يوم حلو قوي مع بعض. بس تاني يوم ما شفتش وائل، وكل ما اتصل بيه ما يردش. يوم واتنين وتلاتة برضه مش قادرة اوصله. فقلت لازم اروح لباباه واتعرف عليه واسأل عن وائل حبيبي. بس لما رحت اتفاجئت براجل عجوز عنده اكتر من 100 سنة. قربت منه وقلت له: ازيك يا عمو، انا نسمة اللي ساكنة في الفيلا اللي قدامكم. والراجل اتخض واترعب. قلت له: انا جاي اسأل عن وائل، احنا كمان بنحب بعض وبقالي كذا يوم ما شفتوش، فقلت اجي اسألك وائل فين يا عمو. فجأة عينيه اتسعت وخاف وفجأة عيط، وكمان ضحك بصوت عالي. انا الصراحة خفت وسألني: شفت كمال وسامية ولا لا؟ فقلت له: اه، ده انا حبيتهم قوي كمان. وفجأة قال لي اغرب كلام سمعته في حياتي، خلى رجلي مش قادرة تشيلني من على الارض. قال لي ان انا كان عندي ابن اسمه وائل ومات من 52 سنة، واحفادي ماتوا معاه. وائل كان روحه في ولاد اخوه، كان بيروح بيهم كل مكان كل يوم، وكانوا بيلعبوا قدام البيت اللي انت عايشة فيه. في الوقت ده بيمتلكوا راجل اسمه عدنان، راجل ظالم ومفتري. لما شافهم بيلعبوا هناك زعق لهم وشتم وائل، بس وائل نفس عزيزة فرد عليه. وبعدها رجالة عدنان مسكوا وائل وأحفاده ودخلوهم جوه، ونزلوا فيهم ضرب لحد ما ماتوا. بعدها ب5 سنين جه أول راجل اشترى البيت، كان اسمه جورج. كان فيه شهرين وبعدها جالي يقابلني وقال لي انه شاف ولادي دول، بس انا قلت له انهم ماتوا. ضحك وقال عليا اني مجنون وزعقلي. وتاني يوم اتقتل في البيت. وكل 7 سنين تقريبا تيجي ناس تشتريه وتسكن فيه شهرين بالكتير، ويحصل نفس الموقف ويموتوا. محدش عارف ايه السبب، بس المرة دي يا بنتي انت جيتي بعد 15 سنة كان البيت فاضي فيهم. 15 سنة دول كان البيت فاضي فيهم ومحدش اشتراه، وبتقولي برضو نفس الكلام. اهربي يا بنتي، اهربي بسرعة. ساعتها حسيت احساس غريب، مش عارفة ايه هو. اعيط علشان حبيت شبح، ولا اخاف علشان كنت معاه طول الوقت، ولا اترعب لانهم ممكن يقتلوني. بس طبعا خوفي غلبني وجريت بعيد من غير حتى ما اخد حاجاتي. والنهاردة وبعد 56 سنة من الحكاية بقيت اهو متجوزة وعندي بنتين زي القمر، بقوا طولي دلوقتي. بس انا لسه بشوف وائل في بيتي، بشوفه في الأوضة والمطبخ، بشوفه قاعد جنب جوزي، بس عمره ما كلمني ولا أذاني، على طول بيضحك لي. ولما بناتي نسمة وفرح كانوا صغيرون قالوا لي مرة إنهم بيلعبوا في أحلامهم كل يوم مع ولد وبنت اسمهم سامية وكمال. ولأن بنتي الكبيرة نسمة بتعرف ترسم خليتها ترسم لي أصحابها دول، وفعلا كانوا هما. طب إزاي وليه زمان محدش أذاني منهم؟ هل يا ترى عشان وائل كان بيحبني فعلا، ولا علشان هربت ولحقت نفسي؟ كل ده ما كانش مخوفني قد آخر صدمة لما رحت بيت وائل بعد 40 سنة علشان أتفاجئ إن باباه لسه عايش.